السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور شمس حامد في الحلقة السادسة من كورس اي سي جي فروم زيرو تو هيرو. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ايفي بلوك ديجريز، درجات الايفي بلوك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البي ويف abnormalities وجبنا سيرة الفيرست ديجري ايفي بلوك. عشان كده النهاردة في الحلقة ديت هنتكلم عن الايفي بلوك ديجريز عشان تعرف ال 3 تايبس، الثلاث أنواع، وتقدر تفرقهم بسهولة. طيب، هل في مجال انه بعد الحلقة ديت انك تتلخبط فيهم او انك ما تقدرش تفرق بينهم؟ الكلام ده يعني شبه ممنوع. انا متأكد يعني مليون في المية انك هتخرج من الحلقة ديت بإذن الله ما عندكش اي مشكلة خالص مع الايفي بلوك ديجريز. يعني مستحيل تتلخبط، ما ينفعش تتلخبط فيهم، ما فيش اي مجال خالص للخبطة. فيلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش وقتنا. بسم الله. الأول how many degrees of Ivy block؟ كم عدد درجات ال Ivy block؟ we have 3 degrees. احنا عندنا ثلاث انواع او ثلاث درجات. رقم واحد first degree، second degree، third degree. والsecond degree ديت نوعين: موبيدز type 1 اسمه وينيكي باك، وموبيدز type 2 وده بس اسمه موبيدز type 2. تعالوا نبدأ بأول نوع اللي هو الفيرست ديجري ايفي بلوك. جميل. الصورة ديت أنا جايبها بتاعت الفيرست ديجري ايفي بلوك. تعالوا الأول نقرأ إيه هو الفيرست ديجري ايفي بلوك. الفيرست ديجري ايفي بلوك ده بيقولك إن ال PR interval is prolonged more than 5 small squares plus the rest is normal. لو عايز تفهم يعني ايه PR prolonged او PR is shortened، انصحك ترجع تشوف حلقة ال PR interval عشان تفهم يعني ايه PR interval اساسا. طيب، الصورة ديت انا جايب لك مقارنة بين النورمال ساينس ريزم والفيرست ديجري ايف بلوك. طب انت جايب الفيرست ديجري ايف بلوك مقارنها مع النورمال ليه؟ عشان اقول لك قد ايه هي قريبة منها، قد ايه هي شبهها. يعني لو واحد مش عارف يعني ايه بي ار انترفال وازاي يعلق عليها، مستحيل يعرف، هيغلط فيها، هيفتكره نورمال. طيب تعالوا نشوف ونعرف ايه الفرق. بنقول ان البي ار انترفال از برولونجد. تعالوا نعمل بالقلم كده عشان تبقى الدنيا واضحة شوية. تمام. شوف النورمال ساينس ريزم ده ريجولار. ريجولار يعني ايه؟ يعني المسافات منتظمة، الريزم بتاعها ريجولار. وهنا البي ويف هنا ساينس 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 ساينس، وكل بي ويف وراه كيو ار اس، في كل بي ويف وراه كيو ار اس. طيب تعالى نبص على الفيرست ديجري ايفي بلوك كده. تعالى هنا مثلا انا بي ويف كيو ار اس، بي ويف كيو ار اس. طيب المسافات ريجولار ولا لا؟ ريجولار ريجولار ريجولار. طيب وساينس. طب ايه الفرق بينها وبين النورمال؟ الفرق في البي ار انترفال. البي ار انترفال هنا برولونجد، فيري برولونجد، مور ذان 5 سمول سكوير. هنا لو بصيت هتلاقي ان البي ار انترفال ما جابتش خمس مربعات صغيرين. البي ار انترفال ما جابتش خمس مربعات صغيرين، انما هنا عدت الخمس مربعات صغيرين، عدتهم بكتير جدا يعني. يعني هنا مثلا شوف المسافة هنا، المسافة يعني المربع الكبير أصلا خمس مربعات صغيرين، شوف يعني حوالي جايبة مربع ونص. ده الفرق الوحيد بينها وبين النورمال، إن ال PR interval is prolonged. أتمنى تكون الصورة وضحت دلوقتي. تعالوا نشوف السكند ديجري. سكند ديجري عندنا نوعين: موبيتس تايب 1 او وينيكي باك، وموبيتس تايب 2. يعني ايه موبيتس تايب 1؟ تعال ركز معايا كده. موبيتس تايب 1 ده او الوينيكي باك ده بيقول لك ايه: progressive lengthening of PR interval until a beat is dropped. P wave not followed by QRS. P wave not followed by QRS. Progressive lengthening of PR interval. يعني ايه الكلام ده؟ progressive lengthening يعني ال PR interval المسافة بتاعتها بتطول مع الوقت. بروجريسيف يعني في زياده. بصوا كده على البي ار انترفال، الصوره دي جميله قوي. البي ار انترفال هنا شوف قد ايه. البي ار انترفال هنا كبرت، المسافه كبرت. البي ار انترفال هنا كبرت، شوف البي ار انترفال هنا كبرت. البي ار هنا اصغر، وهنا اصغر خالص. يبقى كده بروجريسيف لينسنج بتطول، البي ار انترفال عماله تطول لحد ما في كيو ار اس ديسابير، دروبد كيو ار اس. تعالوا نجيب لون تاني كده، نجيب اللون الاحمر كده مثلا. ها ايوه جميل كده. يبقى البي ار انترفال برولونجد بي ار انترفال، برولونجد بي ار انترفال لحد ما في كيو ار اس دروب يعني ايه؟ يعني اختفت. ديت معناها موبيتس تايب 1. ركز بقى معايا عشان نعرف نفرق موبيتس تايب 2. موبيتس تايب 2 ده طيب ده برضه من السكند ديجري، من نوع من الدرجة التانية من الاي في بلوك. تعالى بقى بص كده معايا. عايزين نجيب صورتنا هنا، نحطنا هنا كده. طيب
بيقول لك mobility type 2 dropped beats that are not preceded by a change in the length of PR interval as in type 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني PR interval في type 1 كان فيها progressive lengthening، يعني كل شويه تزيد كل شويه تزيد. لما هنيجي نقارنهم الاثنين هتفهمها بصوره سهله وبسيطه جدا جدا. طيب هنا البي ار انترفال، بص كده، بي ار انترفال هنا زي البي ار انترفال هنا، المسافه بينهم ثابته كونستانت، يبقى الديستانس از كونستانت، المسافه ثابته. فالبي ار انترفال هنا زي البي ار انترفال هنا لحد ما بيحصل فيه دروب بيت او دروب. كيو ار اس كومبلكس از دروب يعني ايه؟ يعني اختفت. التانية كان فيها بروجريسيف لينثنينج، وايل اللي هو second degree Mobitz type 1 او وينكي باك كان فيها progressive lengthening of PR while in second degree Mobitz type 2 there is no progressive lengthening of PR. PR interval is constant. اوكي، الصورة ديت جميل جدا، اتمنى تكون الصورة وضحت شوية. طب تعالى نفرق بينهم بقى الاتنين مع بعض، نشوفهم الاتنين مع بعض. جميل جدا، الصورة دي حلوة قوي 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 يعني. تعالى ركز معايا كده، ده موبيتس تايب 1، ده رقم واحد اهو، ده تايب 1، ده تايب 1. بي ار انترفال بروجريسيف، شوف بتزيد الطول بتاعها بيزيد بروجريسيف لينسنج لحد ما في كيو ار اس هنا اختفت. يعني هنا كيو ار اس موجوده، كيو ار اس هنا موجوده، الكيو ار اس هنا موجوده، هنا دروبد او اختفت. دي اسمه موبيدز تايب 1 سكند ديجري ايف بلوك. تعالى بقى على موبيدز تايب 2. موبيدز تايب 2 هتلاقي البي ار انترفال هنا كونستانت ثابته لحد ما يحصل كيو ار اس كومبلكسز دروبد. طيب ان شورت كده او ان summary تعالى نلخص. يبقى when PR interval is progressive lengthening, show progressive lengthening until QRS disappears. This is Mobitz type 1 or Winnick back. While in Mobitz type 2, PR interval is constant until QRS complex is dropped. ده الفرق بينهم ببساطة، واحدة فيها progressive lengthening لحد ما QRS disappear، والتانية فيها PR interval is constant until QRS disappear. ده الفرق بين Mobitz type 2 اللي هو وموبتس تايب 1 اللي هو السكند ديجري تايب 1 وتايب 2. اوكي، تعالى بقى نشوف الثيرد ديجري، اتمنى تكون الصورة وضحت شوية. الثيرد ديجري او ليه اسم تاني اسمه كومبليت هارت بلوك. الاتريا والفنتريكل بيت independently of each other، يعني كل واحد يعني بينبض لوحده، ملوش علاقه بالتاني. المفروض ان الاتريا بتنبض بعد كده الفنتريكل بيربض، يعني المفروض ان احنا عندنا اتريال ديبولاريزيشن وبعد كده فنتريكولار ديبولاريزيشن. لا ده ما مش هتفهم، يعني ما تفهمش، كل واحد شغال لوحده. بيقول لك ان البي ويفز and الكيو ار اس complexes are not rhythmically associated. المفروض ان كل بي ويف وراها كيو ار اس، هنا لا. هنا بص كده، ادي البي ويف اهي، هنا مثلا في كيو ار اس، هنا بي ويف مفيش، ما تعرفش كيو ار اس فين، هنا بي ويف بس مفيش كيو ار اس، هنا بي ويف وفي كيو ار اس، يبقى they are not associated. النوع ده اسمه third degree، ما تفهمش، ما تقدرش تحدد العلاقة بين البي والكيو ار اس كده، ده اسمه third degree او complete heart block. جميل جدا جدا. تعال نشوف تريننج كده على الكلام اللي احنا قلناه عشان يعني نفهمه كويس. آه، بص يا سيدي، تريننج انا زيكم مش عارف اصلا دي ايه، مش فاكر اصلا دي كانت ايه. تعال نبص، هنا عندنا في دروب بيت، في دروب بيت في بي هي بس ما فيش وراها كيو ار اس. جميل. طب البي ار انترفال هنا، اه لا البي ار انترفال انا ملاحظ ان هي بالعين المجرده هنا مش اصغر من هنا، دي اكيد دي كبيره، هنا دي اكبر. يبقى كده progressive lengthening until QRS is dropped. يبقى دي كده اسمها ايه؟ موبتس تايب 1. يبقى دي second degree ايف بلوك موبتس تايب 1. طب تعال نشوف الصورة اللي تحتها كده، بص على رقم اتنين كده. آه، عايزين نشوف الصورة هنا، هنا برضو في دروب بيت، في دروب بيت كيو ار اس هنا، البي ار انترفال بتزيد، البي ار انترفال بتزيد، يعني البي ار انترفال هنا صغيرة، البي ار انترفال هنا زادت، البي ار انترفال هنا زادت اكتر، برضو ديت موبتس تايب 1. وهنا في دروب بيت. جميل جدا جدا. انا ببص على البي ار انترفال، لو كانت بروجريسيف لينسنينج لحد ما في بيت بيحصل لها دروبنج، يبقى ده موبتس تايب 1 وانا مغمض. جميل جدا. تعال نشوف الصورة دي بتقول ايه. ده اللي دي اتنين اهو، دي بي ويف، فين الكيو ار اس؟ بعدت قوي قوي، نزلت هنا تاني. هنا بي ويف اهي، سنة دي بي ويف اهي، بس مفيش ورا كيو ار اس. طيب هنا بي ويف، هنا معاها كيو ار اس.
جميل جدا. هنا بي ويف بس مفيش كيو ار اس، تحس مفيش بينهم علاقة. مفيش بينهم علاقة، دي ايه؟ ده الكومبليت هارت بلوك، ثيرد ديجري هارت بلوك، كومبليت هارت بلوك. مفيش بين بي والكيو ار اس علاقة. بي ما بتعرفش، ما فيش علاقة بينهم. يبقى ديت ثيرد ديجري هارت بلوك. تعالى بقى نشوف الصورة ديت كده. تعالى نشوف الصورة دي. الصورة ديت ده اهو، ليد اتنين اهو، ده ليد اتنين. ده كده ريجولار، تحسه قريب من النورمال. ريجولار ريجولار جميل جدا. البي ويف كيو ار اس، بي ويف كيو ار اس وساينس، ده شبه النورمال. بس خلي بالك ان البي ار انترفال very prolonged. البي ار انترفال هنا prolonged. بي ار انترفال prolonged. وعايز تعرف يعني ايه بي ار انترفال ويعني ايه prolonged ويعني ايه shortened، انصحك تشوف حلقة البي ويف abnormalities، البي ار انترفال قصدي. وهسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتس تحت. جميل جدا جدا. كده طبعا انا خلصت. Thank you so much for your attention. بس قبل ما انهي حابب اقول معلومة كده، ان في second degree AV block و third degree AV block في حاجة بتحصل معاهم اسمها cardiac syncope. cardiac syncope ديت معناها ان transient loss of consciousness. ده اسمها ستوك ادم سينكوب. اسمها نوع من السينكوب اسمها ستوك ادم سينكوب، نوت كاردياك سينكوب. ستوك ادم سينكوب ده بيحصل في second degree AV block و third degree AV block. بيحصل فيهم ان العيان وشه بيبهت وبعد كده بيغيب عن الوعي، وتيجي تحس النبض بتاعه تحس تلاقيه مش محسوس اساسا، فتفتكر ان العيان مات. يعني لو ممكن واحد مش في طب يفتكر ان العيان ده مات. بعدها على طول يعني بيفضل مثلا حوالي 30 ثانية او دقيقة loss of consciousness، غايب عن الوعي، وبعد كده يرجع تاني وشه يزنهر ويحمر. ده على طول لازم تعمل له اي سي جي. هتلاقي عنده درجه من درجات الاي في بلوك اللي هي السكند ديجري او الثيرد ديجري. الحاجه دي اسمها ستوك ادم سينكوب. اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقه ديت، وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.